السلام عليكم على كل متابعيني الكرام. لو أول مرة بتشوفني ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك. أشرف زكي تصريح مدلين طبعا عن عادل إمام خطير جدا وجرحني. علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على التصريحات الأخيرة للفنانة مدلين طبر واللي اتكلمت فيها عن الفنان الكبير عادل إمام. وقال أشرف زكي في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر قناة المحور قبل ما علق على البوست: عايز أطمن الناس وأقول الحقيقة كاملة على مسؤوليتي. الزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا، وأنا من أيام قليلة جدا اتصلت بيه وقلت له إزيك يا زعيم وحشنا، فقال لي لما أنا وحشك ما تيجي، أنا كل يوم قاعد والناس كلهم عندي واطمئن على أسرتي بالأسماء. وأضاف أشرف زكي: الحاجة التانية أستاذ رامي إمام والأستاذ محمد عادل إمام كانوا بيعملوا فيلم أبو نسب وبيربطوا الليل بالنهار علشان يخلصوا الفيلم، ورامي عمري في حياتي ما كلمته واتأخر عليا في الرد، ولما بيكون عنده تصوير بيكلمني لما يخلص، ولم أسمع من قبل شكوى إنه مش بيرد على